الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا اداها لنا، الحمد لله والشكر لله، والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا الشجرة اللي قدامنا ديت بيقولوا عليها ست الحسن. هي شجرة عبارة يعني بتتمد كده، بتبقى على ظهر البيت بتفرش. معرفش هي دي معلومة صحيحة ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش بقى اللي يقعد بقى ينش. بالصلاة على النبي، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. يا جماعة دمن ده يعني العيش اللي احنا بنخبزه ده طلع لوجه الله. صاحبته ربنا يوسع عليها ويخلفه عليها بالحلال يا رب، وعلى النية اللي هي عاملة له ربنا يفادلها عيالها ويعينهم ويقويهم اللي بيساعدوها يا رب، يجعل في ميزان حسناتهم. ده العيش ده العيش الطرى اهوت ما شاء الله ولا قوة الا بالله. دي بنجرسه المرحلة بتاعته اهو. اول حاجة بنجرس تجرسه اهوت، لازم يستريح على الطول ونجرسه زي ما انتوا شايفين معايا اهوت في الصورة. التجريس له معلمانية والرح له معلمانية على فكرة. بتبدأ بقى ايه المراحل من هنا اهو. بتكلم التليفون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش بتكلم التليفون، بكلم المشاهدين، لازم يعرفوا احنا بنعمل ايه. ربنا يديك الصحة ياما ويخليهم لك ويبارك لك فيه. انت نورت القعدة هنا. الله يخليك. بيتشال اهوت من على الطاولة. انا ما عايزاها تقعد بيصوريه. ماشي. عايزاها تقعد. انا مش مصوره حد ولا مطلعه حد، انا هنصور بس احنا بنعمل ايه ونوري الناس، عشان اللي حابب يعمل كده. الناس بتبقى تعمل صدقات. الصدقات يا جماعه مش على الاموات وبس، لا، لو انتوا برضو داووا مرضاكم بالصدقه، برضو لو في حد عنده مثلا عروسته اللي بنت عايزه تتجوز ربنا يعدلها لها، احلى حاجه في الدنيا اطعام الطعام. وده ابسط الاشياء. الناس اللي بتذبح وبتعمل وبتكلف نفسها وبتقدرش بتعمل قرض، عشان كده الحاجات ديت ممكن برضه تسيت. والدل على الخير كفاعل. احنا بنقول واللي يعرف يعني ويسمع مننا وعايز يعمل زي يعني الجماعه دول ربنا في ميزان حسناتهم يا رب. يعني احنا بننوه للحاجات دي بس. ديت بنعمل عيش اهوت، بيطلعوا حاجات بسيطه وبيعملوا جنبها ايه يا خالتة عزيزه؟ فول ناب وحاجات بسيطه وحلاوه حاجات بسيطه اهي. يعني يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب مش يا جماعه بسم الله كده بنضير كده زي ما انتم شايفين كده. العيش اللي هو استريح والجرس الاول بنضيره يا ام حماد. المداح حبكت الصبح ومش مداح. ثبت نفسهم يا ليلك يا جارو. انا قلت لها انا هقول لها ان انت جيت ام حماد. بقى ايه برهمة العجين. دي برهمة العجين. يعني ايه برهمة؟ زي ما انتم شايفين كده، تمسك العجين وتدعكه في الحله قبل ما بتجرسه. ده بيعمل على يعني ايه تكون الرغيف كويس ويعرف يجر في الفرن، ومن الناحيه التانيه ما يبقاش في حتت كده ايه عقيم، يسوي التجريس يعني. الميه اهي بنجرسه بالميه. المنخر رحشة والله حتى يوم واحد يبين الرب ده.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا قاعده اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جايبينها من غير شكاير. دي بقى ايه منظر التجريس اهو قبل ما يستريح. يعني دي بيتجرس الاول، لازم يستريح ويرفع عشان نعرف نقص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبعد ما استريح زي ما انتم شايفين كده اهوت، بعد ما رفع واستريح نبدا بقى نشيل. السلام عليكم. وفين عليكم المطرح؟ السلام ورحمه الله يا وبركاته. فين المطرح؟ عندك هي العين. مين شايفه؟ اللي حطها ماشيين يلا هات اللي اسين قاعدين بالجبل مكرمشه ولا حاجه. احمد ما شاء الله خد العيش كله يما. مين احمد؟ اخذ العيش عشان اصحابه يا اختي. يا ست ربنا يخليه ويخلي اصحابه عقبال ما نعمل بقى العيش بتاع الفرح بتاعه باذن الله. والله عاد اقعد جنب خالتي. انا هقوم اصلا عشان سايبه الدنيا مقلوبه. مثلا انا مستنيه العيش لسه يجي لك وجالك اهو. طب انا عايزه اخلص دور. لسه قاعده دلوقتي اهو. ما تقومات ما تقوم قبل ما تمشي. قوموا يا حمد كده. قومي على عزيزه خليها تلبس شويه اصلا عجله قومي علشان العجين كتير. هكمل الدنيا. قومي. وهي طيب ما ندش عليك هجوم. انا ما لا بقول والله لها لسه قاعده وربنا. هي بتقول لك هتلبس قاعدين. انت هنا انت هنا يا ام طياري عامله حبه سجله ايه. قومي ده كل اللي جه طيار ومشى اهو. حكايه امي يا مو. ومشوا كلهم. قومي يا حلو. حمديه وام والد بس ام عبد الله بقى لك وديه البيت راح اتخبطوا بنهر عطار. وحمديه ما انت تفضلها ترى تفضلها. قومي لا يا انا جاي اصور برضه هنا. مفيش حد. وانا وراك شفتي انا بدي صوريها ونزلها على النت عشان الناس تشوفها للخبيث. دي تبين وشها تبين ما دي عشان لازم تطلب. يو لا حول ولا قوه الا بالله. كل حاجه لها حاجه. يرحمكم الله. تيجي فين الضيوف؟ الضيوف جت اهي. يطلع ضيف بتاكل منه. الضيوف. معكم ميه. تعال. شنو طاوله يا جماعه؟ واحد كانت بتيجي مع شويه كده صحيح، هي الدنيا برضو عملت شويه. ما اعرفش مع ما تشيلي طاوله. يعني ده اللي طبعا ليه اللي كان بدر الدنيا كانت ساقعه شويه. عملت يما اللي بتحصل وراه زي سماح كده زعها في اللي فات. دلوقتي احنا بنعمل اهوت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا يخلف عليها بالحلال اللي هي بتعمل العمل ده، واللي برضو اللي حاضرين ما شاء الله، يعني اللي حاضرين برضو كل واحد بيعمل عارف ان الحاجه دي طالعه لوجه الله صواب. واحنا يعني بنقول اللي عايز يعمل وفي بلده حاجه بسيطه اهي، عشان بدل مثلا الناس اللي بتكلف نفسها وبتنذر نذر بيبقى يعني تقيل عليها وترجع تاني ما تقدرش توفي بيه، فدي حاجات بسيطه اهي. ولا قلل من نذر صورة عزيز. استنى يا اهو المشاهدين، ديت الصدقه اهي عباره عن فول نابت وسلطه والعيش. ده هي يا ست، ربنا يخلف على اصحابها بالحلال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صاحبه بقى صاحبه العمل ده هي اللي هتقول لكم الفول ده بيتعمل ازاي. طريقه عمايله احنا نجيب جبنا الزبده اه. البيضاء وسيحناها هي والزيت زيت الذره لحد ما ساحت، وبعدين حطينا البصل بعدين خرطناه. علي بقى صوتك بعد يا ما ماما عشان خرطناه طبعا قبل ما نعمل ده كله بنكون جايبين الفول ومنبتينه يقعد 3 ايام في مكان كده في حته واسعه، وبعدين نديله حته قماشه لحد ما ينبت، وبعدين نقوم لمينه شاطفينه في مصفى ونقوم حاطينه عليه. بعد ما
البصل يرخي خالص ويدبل، نحط التوابل بتاعته والملح والمرقه، نحط مرقه كتير عشان يبقى طعمه حلو. ونقوم مقلبينه ونسيبه نعلي لحد ما يغلي، وبعدين نوطي عليه لمده ساعتين يكون استوى، وبيبقى مزبد وبيبقى طعمه جميل. والله الصراحه انا اكلت منه عجبني، فانا بقى كنت عايزه اعرف هو بيتعمل ازاي، والمشاهدين يعني احنا جبنا الفول ونبتناه زي ما هي قالت كده، نبتناه يعني ايه، حطيناه في الميه يومين 3 واتنشى. هي ميه ليلتها بالليل، بنحطه بالليل والصبح نشيله من المصفى ونفرشه على حاجات ايه هاويه واسعه، زي مثلا طشت صينيه، وبعدين نغطيه بحته قماشه تكون مبلوله، تكون قطن تكون مبلوله، وكل ما تنشف نبلها علشان خاطر ايه ما يعطلش، ويبقى حلو وجميل. والله بألف صحه لكل من هيدوق، وعقبال ما تعملي في فرح ولادك كده. يا ابني هو كل واحد تجربته. يا كمان عجبك كلفي؟ انا عامله حبه فاكر قلبنا يعني عايزه تيجي بطلعت النهارده ان شاء الله. ليه؟ تخلص مشكلتي متشاف صراحه. وهي والله ده هي ولاد كانوا زعلانه. قالت لي ازاي ولا تعمل ايه؟ ما كنت لكم بتاعت الرجال لسه الدنيا مقلوبه هناك يومين تنظيف. لا ما هناك هنضف لك على محمود. بعدين عشان ياخد مره واحده يودي سامي هي. عامل بعد عامل زي السرفس المناب لو لي مثلا قلت طب قول بتاع المستشفى. ما انا مش عاوز ابعد عنك، انا قلت زي السرفس. عادل الاطباق اللي بتاع الفرح كلها بتيجي الاطباق دي، مش امال مش هيناخدوا مثلا انت هتحط في ايه؟ ولا ياخدوا صحنتك السجل اللي عندك وهاتي ياخدوا. كان الاول بيلموا الصحن من بتوع الناس يعني الجيران وكده. كناش بالنهار بنغسل اطباق. قبل ما كنا بالنهار بنغسل اطباق. بس ساعات غاليه يا حاج. ساعات غاليه. لا في افراح زمان ما كان طبخ، كان طبيخ. انا افتكر كان بيطبخوا في اطباق وكفته وحاجات من دي. دلوقتي عدد الاكل نواشف، ما عادش. البلاد التحت اللي بيعملوا كفته ولوبيا والكلام ده. اشمعنى هون هالحته ما عادش لا مش انا افتكر كانت الست دي تعمل مثلا كفته، طبيخ اللي هو لازم طبيخ على اللحمه والحاجات دي، كان ده طبيخ زمان في الافراح. لا عند الوقت النواشف الحاجه، والاطباق اللي هي الفل، الاطباق اللي هي اللي طالعه اليومين دول. امال ساعه كان الاطباق لا ما طحنتش والله. مش انت شايفه شكاره الشكاره قدام الباب؟ البنت اختي جايبه لي في مش مستبعده، انا قلت كده انا رايحه هناك عند حماي في اليوم ده. هم قالوا مش هينفع ينطحن ويتخبز في نفس اليوم. مش الواحد بيشور. انا طحن عليه غل، حط عليه غل، الهوا اشتغل. حلو، ربنا يستر على ما يتنجز الغفاين. وما دي بقى العيش بقى، انتظروا ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه. العيش ده ان شاء الله هنشوفه مع بعض. حاطه شعير على غل، هطحنهم الاتنين مع بعض، شعير مع غل. هشوف العيش ده يعمل ايه. ايوه لا ما تستغربوش، احنا هنعمله والقناه والمشاهدين. ما احنا لازم نبتكر، صح؟ لازم نطلع عن التقاليد اللي ما احنا عارفينها.
بس هو الشعير اكل النبي. ايوه العيش الشعير اكل النبي صلى الله عليه وسلم، خبز الشعير. فانا هنحط عليه جامع ونشوف بقى يعني مع خالتي صباح هيبقى شكله ايه. خليها اشتري عليه. هعمله عشطر ان شاء الله، ربنا يصح. جبت حبة شعير والله لقيت كلهم طيب. قعدت اغربل فيهم من الصبح لما البنت اتصلت عليا، غربلت ونجيت. انت مش جايه لاقيه المدخل كلته بتاع، على ما غربلتهم ونسفتهم ونجيتهم. قبلها بيوم نبقى نلم المصارين للشارع. ايه يا عزيزه نعمل المنبر والراحه. انا هاجي اقف واللي انت ما بتحبوش قول انا مش اي صح اي حاجه جنبه. ودني ماشي. ماشي. انا بقول لك الكبده بتاع الكوز اللي مش عارفه. اتفقنا اتفقنا. اجيب ورق ونمضي عليه. بس ما عدا الكبده طبعا، الكبده لا. خلي الكبده للثلاج. الكبده للعروس. ماشي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا واحد بس تشوف العيال وتحط اكل كتير وتيجي. قلت لها بس هجيب اخو حسن هيطق في الدار عايز قاعد بره على الباب عمال ينفخ. عارفه ولا هي البت اسيل جت خدت العيش للراجل. راجل 100 ناسيه خدي يا بنت ما بنسي. راجل 100 عمك اسمه دوت خد